في عملية تنفيذ ركلات الجزاء. إذا يسري بوصو في عملية التنفيذ ركلة جزاء لفائدة جول 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 جول. وأولا من جانب الرشاد من طرف يسري بوصو من نقطة الجزاء، هدف في حدود دقيقة 37 ردة الفعل من جانب كل مكونات فريق الرجاء الرياضي من منذر لطرف شباب فريق الرجاء كي سعيدة بهذا الهدف الذي ياتي في آخر دقائق الجولة الأولى من التنفيذ من جانب يسري بوسوق الذي يسجل ثاني ركلة الجزاء وهذا الموسم الرياضي ويرفع حصيلته التهديفية ل3 أهداف. تغير إذا نتيجة الدرب بهدف دون مقابل ستمنح أو قد تمنح لنا مباراة أخرى بين رغبة الوداد الرياضي لتعديل النتيجة والبحث من أجل العودة وبين رغبة الرجاويين من أجل فريق الرجاء الرياضي. عملية الإبعاد لم تكن موفقة تبالغ لغة الحارس الزيت. لاحظوا كرة ترتطم بالعرض والمتابعة من جانب الفعل المتابعة من طرف أرسن سول. الحراسة اللصيقة لاحظوا أرسن سولا تفوق على جمال حركاس وبغى سيتي. الوداد تعادل النتيجة بعد ما نفذت الكرة من طرف جلال الدين استثمارا من جانب المدافع أرسن سولا يمنح الهدف هدف التعادل في الجولة الأولى. محاولة لفريق الرجاء الرياضي وتدخل حكم يعلن عن فائدة فريق الوداد الرياضي بنتيجة الدريات. إبعاد من يحيى جبران تمس لفائدة فريق الرجاء الرياضي. الوداد إلى بدون ردة الفعل وخوان كارلوس كاريدو يقوم بتوجيه اللاعبين على مستوى خط الهجوم مؤيد اللافي وبإدخال سهيل. وصلت عبر الطرف الأيسر رجاوية من جانب بولكسوت. العرضية هنا الفرصة في الخطورة. جول 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 وأي جول قليلا بعد دخول محمد بولكسوت. هدف براسية تباغت دفاع وحي. التايمينج المناسب من جانب بولكسوت على مستوى الانطلاقة بالراسية والتغيير كان جانب منذر الكبير رمى بورقة هذا اللاعب بولكسوت الذي استطاع أن يهدف الثاني أمام أندور دفاع وحارس مرمى فريق الوداد الرياضي. تتغير النتيجة. لاحظوا الكرة العرضية ارتدت بعد ما تدخل أمام بولكسوت يخطف بالراس ويسجل الهدف. كان إلى جانب أيوب العمرود. تابعون كيفية التدخل من أرسن سولا بعد كرة وبعد تمرير وبناء هجومي قدم واحدة من وسط الميدان. أسريد التدخل أرسن سولا ارتدت الكرة بولكسوت امام ايوب العملود وسجل لفريق الرجاء الرياضي. تتغير النتيجه تصبح هدفين مقابل واحد واجواء احتفاليه كبيره من جانب جمهور الرجاء الرياضي بعد هذا الهدف الثاني في هذا الجوله. الثالثة كانت ثابتة بالنسبة لفريق اتجاه منطقة الجزاء. هنا محاولة والاستلام بولكسوت خطيرة رائعة. الفرصة كانت رائعة ورائعة التدخل من جانب يوسف المطيع. فرصة أخرى أبرز للرجاء في الجولة الثانية لكن هذا المرة من جانب لمسة بولكسوت. كل شيء موه سدد ثم بعد ذلك أراد يسري بوسوق أن يستثمر ارتداد الكرة الرائعة من جانب الحارس يوسف المطيع. الشوط الثاني الرجاء أفضل من الوداد. الوداد آخر انفاس المباراة في آخر انفاس المباراة وبذلك ركلة جزاء يعلن الرجاء لفائدة فريق الوداد الرياضي وستكون فرصة مناسبة للتعديل النتيجة بالمرة. هنا إعادة اللقطة وقع في المحظور. عبد الصمد بدوي كانت تسير نحو النهاية والحكم يعلن عن ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي.
جاش من جانب كل مكونات الرجاء الرياضي، مترجي من الاسماء الاختصاصيه اللي دائما ما يعني يدخلها في مباريات الديربي سواء الجوله الثانيه وكذلك في التشكيل الرسمي، يعني في المباريات الاخيره اعتماده. بطاقه حمراء لمدير الكبير، بطاقه حمراء لمدير الكبير، وبطاقه حمراء كذلك لاحد عناصر الطاقم التقني لفريق الرجاء الرياضي. مكونات الرجاء لا تصدق ما يحدث في هذه اللحظات. وركلة الجزاء ستلعب لفائدة فريق الوداد الرياضي في آخر المباراة بعد ما كان الرجاء متقدم في مقابل واحد. فرصة الآن للوداد من أجل إذن في انتظار تنفيذ ركلة يكون يحيى جبران لم يترك الفرصة لأيمن الحسوني. إذن فرصة لفريق الوداد لتعديل النتيجة بين أيمن الحسوني وبين أنس سنيت. ردة فعل مشجعي فريق الوداد، التعادل يكون احسن بطبيعه الحال من الخساره، لذلك ياملون ينتظرون ان يسجل ايمن الحسوني من نقطه الجزاء فيما تامر جماهير الرجاء. يظهر الحارس السيتي ينقذ الرجاء من هذه الوضعيه. ايمن الحسوني امام انس سنيت. نصر أيمن الحسوني أمام ناس. من يتفوق على حساب من؟ أيمن من أجل التعديل وناس من أجل المباراة لفريق الوداد الرياضي. أيمن الحسوني حسوني جول التعادل يسجل أيمن الحسوني من نقطة الجزاء، وبذلك يمنح نقطة لفريق بعدما كان يسير نحو خسارة نقاط الذهاب. الخروج بنقطة خسارة في هذه المباراة بالنسبة للوداد الرجاء نقطة من طبيعي ستكون بطعم الخسارة. نتابع عادة حسوني على يمين مرمى الحارس السيتي الذي اختار الجهة اليسرى، لعبت بهذا الشكل. الهدف ياتي من جانب أيمن الحسوني. النتيجة تتغير في الجولة الثانية، هدفين مقابل هدفين. الجولة الأولى سجل فريق الرجاء، بعد ذلك في آخر انفاس عدل النتيجة. حدث نفس الشيء بالنسبة للشوط الثاني بعدما كان الرجاء متقدم بهدفين، يعدل الوداد الرياضي في المباراة، والنتيجة هدفين مقابل هدفين مع سعادة وفرحة كبيرة لعناصر فريق الوداد الرياضي.